تخيل معايا مشهد مرعب لاكثر من 400 سفينه عسكريه اوروبيه محاصره الجزائر في البحر. المشهد مرعب لدرجه ان المؤرخين قالوا ان السفن كانت مغطيه البحر المتوسط بالكامل، وكل ده عشان يهزموا راجل مسلم واحد معاه حرفيا اقل من ربع السفن بتاعته، خير الدين بربروسا. وعشان نفهم المشهد ده نرجع ورا شويه، لما اسبانيا احتلت ساحل الشمال المغرب العربي كله، هنا بيظهر خير الدين بربروسا اللي ما بين يوم وليله بقى بطل ومجاهد. ولكن بربروسا كان عارف ان ليه حدود، فيعمل ايه؟ يبعت لاقوى امبراطوريه اسلاميه في الوقت ده، الامبراطوريه العثمانيه. وطبعا وقتها السلطان سليم الاول، وبرغم انه كان تعبان جدا وفي اخر ايامه، ما صدق وراح باعت له علم الدوله العثمانيه و2000 جندي، وقال لهم الراجل ده خلاص في حمايتي ومن منطقتي. هنا بربروسا بقى انطلق حرفيا وبدا يهاجم ويلطش في دول اوروبا نفسها لمده 18 سنه مش قادرين عليه. هنا اوروبا بقى كفايه بقى يا اولاد ابو اسماعيل، ويبعتوا اسطول مكون من 400 سفينه. وبنوصل بعد كده للمشهد في اول الفيديو عند الجزائر. ولكن في الجزائر سبحان الله، ولان بربروسا استعان بالله، قامت عواصف شديده جدا دمرت